النهاردة دكتور لاف از ان ذا هاوس. هل لاحظت أو لاحظتي إن في نمط متكرر في علاقاتك؟ وأنا بقى مش بتكلم بس عن العلاقات العاطفية، لكن كمان عن أشكال العلاقات اللي فيها أنواع تانية من الحب، زي الصداقة القريبة مثلا. أكيد كتير مننا لاحظوا ده، صح؟ أكيد قعدت كتير تفكر أو تفكري يا ترى ليه أنا بقع بشكل متكرر في نفس الرجالة أو نفس الستات كل مرة؟ ليه كل خازوق كل مرة هو مع أشخاص مختلفين؟ ليه في نمط بيتكرر في علاقاتي ومش قادر أفهم أو مش قادر أفهم السبب؟ فكرت في ده قبل كده؟ يعني مستعد أراهن إن النسبة لا بأس بيها من المستمعين فكروا في هذا السؤال قبل كده، عادة وهم واقفين الصبح قدام المراية وبيضربوا نفسهم بالقلم. هل لاحظتم بقى مثلا إن انتوا بتبقوا دايما الطرف الأكثر حماسة في علاقات، او العكس، حسيت ان دايما في علاقاتك او في علاقاتك انت دايما الطرف اللي مشاعره اقل او حبه اقل، والطرف التاني مشاعره مدلدقه بزياده بالنسبه لك؟ هل انت او انت بتبقي كلينجي قوي وهي تقيله، او العكس؟ هل انت غيوره وهو بارد؟ هل النمط ده ايا كان ايه هو بيتكرر؟ بص، باختصار، لو لاحظتوا ان في انماط غير صحيه في علاقاتكم وحاسين ان انتوا دايما بتقعوا في علاقات مش مناسبه، مش صحيه، مش satisfying emotionally، مش مناسبه كلونج تيرم، فحلقه النهارده يمكن تكون بدايه محاوله فهم اعمق للمشكله دي على مستوى الشخص لكل واحد، بالنسبه لي حتى انا كمان، يعني كمقدم هذا البودكاست الوسيم. النهارده هنتكلم عن انماط الارتباط ونظريه الارتباط او الاتاتشمنت ستايلز بتاعتنا. ايه الاتاتشمنت ستايلز دي يا حاج؟ يا ستي، هو نمط الاتاتشمنت ستايل ده، هو نمط او باترن سلوكي معين بيدور حوالين علاقاتنا كافراد، وهي نظريه يعني بدا تطويرها على ايد سايكولوجيست بريطاني اسمه جون بولبي في الخمسينات، واتطورت يعني باشكال مختلفه بعد كده، وبتقسم انماط الارتباط لاربع انواع رئيسيه. هما الارتباط الآمن أو المستقر أو secure attachment، والارتباط القلق الغير مستقر أو بنسميه المقاوم اللي هو anxious attachment، والارتباط الاجتنابي الرافض أو بيسموه avoidant attachment، وأخيرا الاجتنابي الخائف أو fearful avoidant attachment. إيه بقى الأنماط دي؟ معناها إيه؟ بتتكون إزاي في حياتنا؟ ايه الاصل النظري والتاريخي للموضوع؟ ازاي نعرف انماطنا الشخصيه وانماطنا في العلاقات؟ هل نقدر نغيرها ولا لا؟ ولو نقدر نغيرها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. يلا بينا نبدا.